الطحان كان قاعد في البيت على السفره كده ساند ايده على راسه. مش بس اخواته ادوله بالقفا، ده القطه اديته بالقفا. القط طار من الفرحه بالبوت وجاب شوال بحبل حط فيه شويه قمح وقام واخده ومتكل على الله وماشي على رجلين زي البني ادمين كده. كان منظر يجنن تحفه. القط كان عنده خطه شوف هتودينا لفين. ملك المملكه اللي هم كانوا عايشين فيها كان مدمن سمان، كان في نقص سمان في المملكه بسببه. هل ده من قله السمان عندهم؟ لا بالعكس، الغابه حوالين المملكه كانت مليانه للي يعرف يصطاده. هو السمان في الطبيعه خبيث اصلا، ده كان خبيث افوره بقى. المهم محدش من الصيادين ولا حتى امهارهم كان يقدر يصطادوا ابدا. القط خد بعضه وطلع بره في الغابه، فرش شوال القمح في الارض وورا شجره صغيره كده راح استخبى. قعد بالساعات ما بيتحركش حركه ولا يطلع صوت لحد ما الشوال اتملى سمان على اخره. قام شدد الحبل قافل عليه. ذكي. خد السمان وطلع على قصر الملك، داخل برضه ايه على رجليه زي البني ادمين كده. الحرس وقفوه، رايح فين يا ابني انت؟ قال لهم داخل للملك. فاللي هو بقى هتشتغل بقى ولا ايه؟ الملك ايه اللي القطه ابو شوز جلد ده داخل عليه؟ المهم الحارس التاني يعني قال له سيبه اهو الملك زهقان اهو يدخل يفرفشه شويه. خد بعضه بالشوزه ودخل هوب 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 للملك. والصراحه كان قط جنتل جدا. اول ما شاف الملك انحنى له وحياه وسلم عليه، اداله شوال السمان وقال له دي هديه من الراعي بتاعي الدوق. عايزين نسميه لان الولد مكمل معانا في القصه، ما نفضلش بقى ايه نقول ولد. الدوق سلمان. حلوه سلمان، اشمعنى سلمان معانا؟ الدوق سلمان. الملك شاف السمان من هنا. سمان وسلمان، انا ايه اللي خلاني اختار سلمان بجد؟ الملك شاف السمان من هنا طار من الفرحه. الناس لما بتنام تاكل رز مع الملائكه، ده بياكل سمان محشي رز مع الملائكه. الملك شكر القط جدا وقال له اشكر لي الدوق سلمان على السمان اللي بعته. مقابل كل سمانه اداله 10 عملات ذهب. بما ان الشوال كان مليان سمان كان معاه مبلغ وقدره يعني. القط خد الفلوس دي وهرب، راح زقطت نفسه في تونه. لا انا كان اصيل، خد الفلوس دي ورجع لابن الطحان. طبعا بقى طول اليوم ابن الطحان كان قاعد في البيت على السفره كده ساند ايده على راسه، اللي هو بقى بيفكر مش بس اخواته ادوله بالقفا، ده القطه اديته بالقفا. اخر قرشين كانوا معاه عمل بيهم جزمه للقطه، خدتهم ومشي. المهم مفيش شويه لقى الباب بيخبط، واما قام فتح لقى القط وشايل ومعبي. دخل السلام عليكم، سلم عليه واداله كيس الذهب وقال له دي البدايه. ده عربون كده، لسه ما شفتش خير، ده انا هاكلك الشهد. هي فين انيسه؟ عادي. فين شوال الذهب يا انت يا بنت؟ شوال الذهب فين؟ شوال الذهب بتاعي فين؟ الطحان عنده قط جايب له الذهب، ودي جايبه لي الضغط والكلام ووجع الدماغ. فين يا بنت شوال الذهب يا بنت؟ المهم طبعا ابن الطحان كان طاير من الفرحه، ولكن ما فهمش ولا كلمه من القط ولا فرق معاه جاب الفلوس دي منين. المهم انه جاب فلوس، ده شيء متفهم يعني. وفي يوم من الايام لقيتها داخله عليا بشنطه دولارات. مش هسأل يعني. بركة يا اختي انك جبتي حاجة في حياتي. ومع ان الذهب اللي كان في الكيس ده كان يسمح لابن الطحان انه يشتري طاحونة وحمارة كمان ويعيش اغنى من اخواته، ولكن القط ما توقفش عند كده. للاسف الحلقة خلصت، فهنكمل القصة الرهيبة دي في حلقة بكرة. بس كده ده بقى البستي بتاع الملك. خلاص واقف جنب الدفاية بعد دش في قصر الملك وسمع السواق الملكي بيدعي على الملك. باي.